السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم اليوم معايا في فيديو جديد. مرحبا بالناس الجداد ومرحبا حتى بالناس القدام اللي كيخليو لي التعليق ديالهم الزوينين وكيشتركوا معايا وكيفعلوا الجرس باش يبقى يوصلهم كل جديد ديالي. اليوم بغيت نشارك معكم كيف ما العاده النهار ديالي روتين خفيف، ولكن غادي نديكم معايا واحد العراضه فعلا تركه. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو، واللي اول مره كيزور القناه ديالي وعجبو المحتوى ما ينساش انه يشترك معايا ويفعل الجرس باش يبقى يوصلو كل جديد ديالي. واللي عجبكم الفيديو اللي غادي نشارك معكم اليوم ما تنساوش تخليو لي واحد التعليق وخليو لي واحد لايك زوين بحالكم. المهم باش ما نطولش عليكم في الهضره، كما كتشوفوا في قناه الصباح لقينا الشتا تبارك الله يعني كتصب، عرفتي تبارك الله مجهده. صافي فقت هنايا كيف ما كتشوفوا هذا المرح اللي كنجلسوا فيه مرون. صافي جمعتو دغيا، صافي سيقت، درنا فطور فطرنا. صافي الدار اللي لداخل ما جمعتهاش حيت بقات نقيه، جمعتها من البارح يعني ما كنجلسوش فيها، كنجلسوا غير في هذا المرح اللي على برا. وشتو كيف ما كتشوفوا تبارك الله راها كتصب. صافي لبست بنتي ولبست انايا وغادي تجي عندنا لوسي وغادي نمشيو عند مرات لوسي للسهول. امها غدا العمره، ومشينا دارت واحد صدقه وعرضت علينا ومشينا. الله يديها على خير ووصلها على خير ان شاء الله، وعمره مقبوله. المهم اول حاجه هي دزنا هنايا هاد الرومبا هادي ديال السلا جديده. مشينا بعدا لوستي دارت ليسانس. صافي موراها شدينا الطريق للسهول، طريق العرجات. يعني اللي هنا في السلانه غادي يعرف السهول وطريق العرجات. وكيف ما كتشوفوا يعني التصوير شويه راه مضببه البنات حيت راه الشتا تبارك الله ما خلاتنيش كيفاش نصور لكم، حيت بصراحه كان واحد المناظر اللي هما زوينين وواحد الجو اللي هو زوين، ولكن الشتا ما خلاتنيش نحل الشرجم كيف ما كتشوفوا البرد. وهنايا هاد القهوه هذه اللي شفتوا معايا دابا، سبق لي انني جيت ليها تشاركتها معكم. صراحه راه هاد الطريق هذه فيها قهاوي زوينين وفيها الماكله يعني كتكون رخيصه. صافي هنايا بنات راه حنا وصلنا، وهما يعني ساكن وسط الغابه. بصراحه هنايا واحد المنظر زوين وواحد الجو زوين. هنايا الشتا راه سحات دابا. صافي دخلنا لقيناهم واجدين اتاي. هنايا لوستي كتخوي في اتاي. شوفوا تبارك الله اتاي مكشكش، وخصوصا في هذا البرد هذا يعني خاص اتاي سخون. المهم الوقيته اللي وصلنا فيها صافي كانت ديك الساعه الشتا سحات. صافي هنايا البنات فرقوا علينا الحلوى. مهم سويدقه غير صغيره وبسيطه، ولكن بصراحه زوينه. المهم هنايا صافي راه بداو كيحطوا في الغداء. هنايا راه فرقوا الخبز كيسانه المولاده. صافي ما كاينش الناس بزاف، كاين غير خواتات مرات لوسي وعيلات خوتها صافي يعني وحنايا ما كانوش الناس يعني بزاف غير العائله. صافي هنايا راح حطوا لينا دابا الغدا. صافي غادي نتغداو تبارك الله. جا واحد الغدا زوين بزاف، واحد المريقه مدغمره طيبات مرات لوسي تبارك الله عليها، الله يعطيها الصحه. صافي هنايا خالتي كتخوينا في المراده. ايوا صافي بعد ما تغدينا هنايا داروا لنا السفه. بصراحه حتى السفه حتى هي زوينه زوينه بزاف، شحال ما كليتها كليت فيها جات زوينه. صافي وخرجت هنايا برا ضربت واحد الدويره، هادو البكيرات ديال خت مرات لوسي. وضربت دويره هنايا في وسط الغابه. هنايا كاينين ساكنين غير خوت مرات لوسي هنايا. صافي هنايا كنت غادي نهبط نصور لكم شويه لتحت، ولكن كانوا واقفين واحد الرجال هنايا. صافي هذاك الشيء علاش صورت لكم غير شويه. هنايا كيف ما كتشوفوا راه قدامنا الغابه، دايره بهم هكا الغابه ساكنين هنايا. صراحه هنايا واحد المنظر زوين بزاف البنات. هاد المره ان شاء الله ملي غادي نجيو الغابه راه كتعمر هنايا كتعمر الحد والسبت. ان شاء الله ملي غادي نجي غادي نتشاركها معكم، غادي نشارك معكم هنايا هاد الاجواء هادو هاد المناظر هادو الزوينين كلها. المهم انا هنايا درت لكم غير مقتطفات حيت كانوا الناس وكانوا خارجين الرجال، داكشي علاش غير صورت غير
غير لقطات. هنايا هادو قدام الدار اللي موديلهم قدام الدار. صافي هنايا بنتي مشات شافت هاد العجيله هذه صغيره ومشات جالسه كتطلع عليها، عجبتها تبارك الله. شوفوا شحال صغيره وزويونه. المهم دوزنا واحد النهار زوين وباركنا ليها العمره، فرحنا معها، الله يوصلها على خير ان شاء الله ويجيبها على خير وعمره مقبوله ان شاء الله. صافي هنايا رجعنا للدار انا وخالتي وبنتي ولوسي. وهذه هي القهوه اللي قلت لكم البنات. شحال من وحده سولاتني قالت لي واش كيوصل ليها الطاكسيات او لا فيها المركوب. راه كاين المركوب، كاين الطاكسيات اللي كيجيبوا لهاد البلاصه هذه. المهم غتقول لهم السهول ولا قهوه ميمونه اللي كاينه في السهول. كاينين جوج قهاوي كلهم كيديروا الماكله وكلهم كيديروا شحال من حاجه، يعني اي حاجه الماكله. وبصراحه الماكله عندهم رخيصه، غير من 4 دراهم الفوق، يعني تقدري تاخدي اللي بغيتي. صافي رجعنا للدار. هنايا في الصباح البنات بغيت نشارك معكم واحد الكيكه بسيطه، كيكه ديال الشوكولات. هنايا عندي الطحين، عندي 3 الخمارات، عندي كاس ديال الحليب، كاس مع مرش ديال الزيت، وكاس ديال سنيده. هنا عندي 3 المعالق ديال كاكاو المور، عندي 4 البيضات. المهم غادي نجيب واحد الاناء او زلافه او اللي متواجد عندكم. صافي اول حاجه بعدا غادي نضرب البيض وسنيده في الخلاط الكهربائي مزيان. صافي هنايا بعد ما طربت البنات البيض والسنيده غادي نضيف عليه الزيت، غادي نضيف الحليب وغادي نخلط في الموينيكس. من بعد غادي ندير هذاك الخليط كامل في هذا الاناء هذا. صافي غادي نبدا نضيف عليه بالطحين وكنخلط طحين الخاص بالحلويات. راني سبق لي وغربلته، يعني عاد درتو في هذا التبصيل هذا، يعني غربلوه باش الا كانت فيها كشي حبيبه ولا شي حاجه كتحيد. صافي هنايا كنضيف الطحين وكنخلط حتى كيتضاعف الحجم ديال الكيكه وكيبدا يتقال. المهم سمحوا لي بنات على الاضاءه، حيت هنايا جيت في واحد كانت الشعه ضاربه في الشرجم، هذاك الشيء علاش يعني جاني الفيديو شويه مظلم. المهم سمحوا لي بزاف. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا بديت كندير في الطحين. صافي بعد ما حصلت على الخليط اللي بغيت حتى كنرسم 8 وكترسم عاد كنحبس من الخليط. صافي هنايا غادي نضيف البنات الكاكاو. هنايا شفت المعلقه الاولى غادي نغربلها باش ما يتكورش ليا الكاكاو. غادي نغربل وفي هذه اللحظه هذه راني دهنت المول بشويه ديال الزيت وشويه ديال الطحين. وبالنسبه للفران انا راه ما كنسخنش الفران، يعني باقا ما شعلتوش حتى كنسالي الكيكه عاد كنخشيها وكنشعل الفران. صافي غادي نخلط هذا الشيء مزيان. غادي نضيف الكاكاو حيت الكاكاو هذا جاني بحال ما كيعطيش اللون كحل دغيا. هذاك الشيء علاش درت 3 المعالق، 3 المعالق كبارين. صافي من بعد غادي نضيف الخمارات من فئه 8 غرام. صافي وغادي نديرها حتى الخماره حتى هي غادي نغربلها. المهم من الاحسن انكم اي حاجه طحين خمارات او لا كاكاو تبقاو تغربلوه عاد ديروه باش الا كانت هكا شي حبيبه ولا شي كويره ما تكورش لينا في الكيكه كتجي محلوله. صافي هنايا درت 3 الخمارات ديال الحلوى من فئه 8 غرام. صافي غادي نخلط هذا الشيء مزيان هذا الخليط هذا. صافي وغادي نجيب هذا المول هذا اللي غادي ندير فيه الكيكه. راكم كتشوفوا دهنتو بشويه ديال الزيت والطحين. صافي غادي نضيف فيه دابا الخليط. صافي خشيت الكيكه في الفران. غادي ندوز باش غادي نخلط معكم واحد كريم. المهم باش غادي نسقي الكيكه من الفوق اولا ندهنها. صافي هنايا درت واحد الكاس ديال الماء. غادي نضيف واحد 3 الكيسان ديال السكر سنيده، وغادي ندير واحد 2 المعالق ديال الكاكاو، وعندي هنايا واحد المعلقه ديال النشا. المهم صافي غادي نصيب واحد كريم شوكولا باش غادي ندهنها من الفوق باش كتجي فازكه وكتجي مسقيه. المهم بلاصه البنات الماء راني الا بغيتو ديروا الحليب ديروه. المهم انا ما متواجدش عندي الحليب درت غير الماء حتى هو كيجي زوين. وهذه هي الكيكه ديالي بعد ما خرجتها من الفران. دهنتها بهذاك الصوص ديال الشوكولا اللي صايبت معاكم، وزينتها بواحد شويه طريفات ديال المكسرات، شويه ديال الكركاع
واللوز حكيته فوق منها. المهم التزيين كيبقى على حسب الاختيار. شوفوا تبارك الله يعني جات طالعه وجات خفيفه. كنتمنى هاد الطريقه اللي استعملت معكم اليوم تعجبكم وتجربوها ان شاء الله. بهذيك الصوصه البنات اللي صايبت معكم كتجي الكيكه رطبه وكتجي مسقيه من الفوق وسهله دغيا كتواجد. راني كنت غادي نصور معكم كيفاش جات ليا ولكن تحتف ليا البنات الفيديو. المهم كتجي خاتره، كتبقاو تحركوا في بالكاسرونه حتى كتختار وكتولي على شكل كريمه. صافي كتطفيو عليهم ملي كتخرجوا الكيكه كتسقيوها من الفوق صافي وكتزينوها على حسب الاختيار والتزيين اللي بغيتو. صافي هنايا كنكون وصلت معكم لاخر الفيديو. اللي عجبو الفيديو اللي تشاركت معكم اليوم ما ينساش يخلي لي واحد لايك وخليو لي واحد تعليق زوين بحالكم. واللي اول مره كتزوروا القناه ما تنسوش انكم تشتركوا معايا وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد ديالي. وكنقول لكم السلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.